ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة عايزة اتكلم معاكم عن حاجة تقريبا كلنا مرينا بيها في حياتنا، وهي احساس ان في حاجة مهمة فايتانا، او اننا ضيعنا فرصة كانت ممكن تكون نقطة تحول في حياتنا. بس النهاردة انا جاية اقولك ان ما فاتك لم يكن لك، وما كان لك لن يفوتك. فتعالوا النهاردة نشوف ازاي نقدر نعيش بالكلام ده في حياتنا ونطبقه كمان ونقتنع بيه. فلو جاهزين لفيديو النهاردة جهزوا مشروبكم المفضل واقعدوا في مكان هادي ومريح وتعالوا نسمع سوا. أوقات كتير بنحس إن إحنا لو كنا عملنا الحاجة الفلانية دي كان زماننا في مكان مختلف. يعني مثلا لو كنت اتقبلت في الوظيفة دي، أو لو كنت مع الشخص ده، أو لو كنت سافرت برا، أو وكل واحد فينا حسب السيناريو بتاع حياته وحسب الفرص اللي بتكون قدامه. ساعات كده بيسيطر علينا إحساس الندم ونفضل نقول لو. وكلمة لو دي أكتر كلمة ممكن تخليكي تعيسة في حياتك، وأكتر كلمة هتخليكي دايما عينك على اللي فات بدل ما تركزي على اللي جاي. بس الحقيقة اللي لازم كلنا نقتنع بيها ونؤمن بيها فعلا، إن كل حاجة بتحصل في حياتنا بتحصل لسبب، وإن أي حاجة حصلت أو أي حاجة فاتت، سواء كانت فرصة، علاقة، شغل، منصب، أيا كان، الحاجة دي لو كانت من نصيبك فعلا كانت هتبقى معاكي. وعمر ما في حد في الكون كله أو في الدنيا دي كلها هيقدر ياخدها منك. في جملة سمعتها مرة، مش عارفة هي حكمة ولا مقولة ولا هي ايه، بس دايما كنت بسمعها من الناس في حياتي. كانوا بيقولوا ان نصيبك هيصيبك، يعني الحاجة اللي فعلا ربنا كاتبها لك عمرها ما هتروح منك، وهتجيلك لو انتي في اخر الدنيا. ولو كانت الحاجة اللي بتعدي علينا في حياتنا دي فعلا مكتوبة لنا، كان زمانها لسه موجودة وما كانتش هتروح مننا. والعكس صحيح بقى، اي حاجة مش من نصيبك او اسمك مش مكتوب عليها، والله لو عملتي ايه عمرها ما هتكون معاكي. احنا اوقات بنفضل نعافر في علاقات علشان تستمر، وكل المؤشرات حوالينا بتقول ان هي خلاص هتنتهي، بس احنا بنفضل نحاول ونحاول ونتمسك بالناس اللي في حياتنا، وفي الاخر برضو بتلاقي ان هم بعدوا او حصل حاجة عكس ارادتنا تماما. فاحنا لو كنا فاهمين من الاول ان الحاجات اللي احنا ماسكين فيها دي لو هي نصيبنا هتفضل معانا مهما استحالت الاسباب. ونفس الكلام بقى لو كانت مش من نصيبنا عمرنا ما هنقدر، ولا في قوة في الحياة هتقدر تخليها موجودة. لو كنا أدركنا ده من بداية أي حاجة كنا هنرتاح كتير. فأنا النهاردة جاية أقولك الكلام ده علشان أوفر عليكي وقت وعلشان ترتاحي، وعلشان تكوني فعلا مؤمنة إن ما كان لك لن يفوتك، وما فاتك لم يكن لك. وهتلاقي أصل الموضوع ده بيتمحور حوالين إن احنا نكون راضيين بقضاء ربنا وبقدره، ونكون مسلمين نفسنا وحياتنا كلها لربنا. فمهما حصل في حياتك هتبقى عارفة إن ده قدر، وإن مادام حصل يبقى أكيد هو خير وأكيد في مصلحتك. قرأت مرة جملة في كتاب بتقول: عندما تحصل على ما تريد فهذا توجيه من الله، ولكن عندما لا تحصل على ما تريد فهذه حماية من الله. احنا ياما بنشوف ناس بيقدموا مثلا على شغل وبيكونوا شايفين نفسهم قوي في الشغلانة دي أو في الجوازة دي، أو إن دي مثلا شغلانة أحلامهم، وبيبدأوا يبذلوا مجهود ويحاولوا يطلعوا أحسن الشهادات اللي عندهم علشان يتقبلوا في الشركة دي، ويلبسوا أشيك لبس وياخدوا بالأسباب كلها، ويفضلوا يدعوا إن الشركة دي تختارهم. بس في الآخر تلاقيهم ما اتقبلوش في الشغل ده، فيزعلوا والدنيا تضلم قدامهم، ويفضلوا يسألوا نفسهم: طب ليه؟ ده أنا معايا أحسن الشهادات، يعني هما اللي الشركة اختارتهم دول أحسن مني في إيه؟ ده يمكن يكون أقل من إمكانياتي كمان. وهتلاقي مليون سؤال وسؤال بيدور جواهم، مع إنهم في الأول لو كانوا فاهمين إن لو الشغل ده نصيبهم وليهم رزق فيه كان جالهم على طبق من ذهب وبأقل مجهود وبأقل الإمكانيات. فدايما مش كل حاجة بتكون زي ما احنا شايفينها بنظرتنا، احنا نظرتنا قصيرة جدا. ممكن تترفضي من الشركة دي علشان بعدها بكام شهر تشتغلي في شركة أكبر، أو تلاقي فرصة أحسن. ممكن الجوازة دي ما تكملش علشان هي مش خير ليكي، مش علشان ربنا بيحرمك من حاجة انت بتحبيها، بالعكس ده أكيد بيحميكي من حاجة انت تجهليها. مش كل الحرمان بيكون نقمة، بالعكس في حرمان بيكون قمة في الرحمة وبيكون نعمة وقمة في العطاء. واحنا لو شفنا القصة كاملة، أو اللي مكتوب في القصة دي لو كملت، أو اللي هيحصل لنا لو خدنا الحاجة اللي نفسنا فيها، هنحمد ربنا إن هي ما حصلتش، وهنحمد ربنا إن هي فعلا راحت مننا. مش فاكرة كان مين اللي بيقول المقولة دي اللي كانت بتقول: لو علمتم الغيب لاخترتم الواقع. فاحنا لو فعلا عرفنا القدر مكتوب في ايه او ايه اللي هيحصل لنا، هنختار فعلا اللي حصل لنا دلوقتي حتى لو كان مؤلم. ونفس بقى الكلام من زاوية تانية، هتلاقي ان ام بتمنع ابنها او بنتها من الحلويات او السكريات، مش علشان هي مش بتحبه، او علشان هي عايزاه ما يكونش مبسوط او سعيد، او علشان حتى مش عايزاه يكون زي الناس اللي حواليه. بالعكس هي بتمنعه علشان صحته، علشان هي خايفة عليه وبتحبه. ولله بقى المثل الأعلى، فقد يكون المنع هو عين العطاء. فكل حاجة في الحياة لها ميعاد ولها توقيت خاص بيها، وكل قصة أو حكاية
ليها سيناريو أو سكريبت مكتوب ليها مخصوص، فما ينفعش إن احنا نغيره. لازم نتقبل ونرضى ونسلم نفسنا وحياتنا لربنا ونرضى باللي اتكتب لنا. لازم تخلي كل حاجة في الحياة تتحرك زي ما ربنا مقدر لها، وتثقي إن اللي بيحصل ده في مصلحتك مهما كنا شايفين عكس كده. وعلشان نقدر نطبق الكلام ده فعلا في حياتنا، تعالى أقول لكم على 3 حاجات لو عملناهم فعلا هنقدر نطبق الكلام ده ونقتنع بيه. وأول حاجة، بلاش تقارني نفسك بحد. كل واحد فينا في حياته عنده طريقته وعنده توقيته. بحب أتخيلها كده كأن كل إنسان فينا لابس ساعة في إيده، بس التوقيت بتاع الساعة دي مختلف تماما عن توقيت أي حد تاني في الحياة. يعني ممكن الساعة بتاعتي يكون التوقيت معايا فيها 11، الساعة 11 مثلا، بس مع اللي جنبي الساعة 7. والتوقيت بتاع كل واحد فينا مظبوط على مواعيد معينة في حياته. يعني مثلا أنا الساعة 7 بتاعتي دي عندي فيها مقابلة شغل، والشخص اللي جنبي الساعة 11 بتاعته ده ميعاد سفر. فأنا ما ينفعش أبص في ساعة اللي جنبي ولا أبص في الحاجة اللي هو رايح يعملها، لأن بكل بساطة أنا توقيتي مختلف تماما، حياتي مختلفة، معادي مختلف، الرحلة بتاعتي كلها على بعضها مختلفة. فتخيلي معايا كده لو فضلتي شاغلة نفسك طول الوقت بساعة الشخص اللي جنبك وعمالة تبصي عليها وتقارنيها بساعتك، الأكيد الحاجة الوحيدة اللي هتحصل في الوقت ده إن التوقيت بتاعك هيفوت والميعاد بتاعك هيعدي وانتي مش واخدة بالك، وهتفضلي بقى في الدايرة دي على طول عمرك، وتجري في ذاتك وتجري ورا الوقت بتاعك. فملخص الكلام ده كله، كل واحد فينا يركز على الساعة بتاعته ويركز في توقيته، لأن كل حاجة هتجيلك في وقتها، ومفيش حاجة بتاعتك هتروح عليكي أو هتضيع منك، بس انتي ركزي في حياتك. ولو في يوم من الأيام شفتي في طريق الرحلة بتاعتك حاجة عجبتك أو اتمنتيها وما كانتش من نصيبك، ما تزعليش، واعرفي إن هي مش ليكي، واعرفي كمان إن في حاجة تانية متعاينة ليكي وهتجيلك في الوقت المناسب. وده هيخلينا نروح لتاني نقطة وهي الصبر والإيمان. خليكي واثقة دايما إن ربنا مدبرلك كل حاجة، اللي مكتوبلك هيجيلك، بس لازم تستني وتشتغلي على نفسك وتكوني مطمنة إن رب الخير لا يأتي إلا بالخير. وتالت حاجة بقى، بدل ما تفكري وتركزي على الحاجات اللي فاتت، ركزي على الحاجات اللي جاية، ركزي على اللي في ايدك دلوقتي، واسألي نفسك انا اقدر اعمل ايه النهاردة، ايه اللي في ايدي اعمله دلوقتي، ايه الحاجات اللي في ايدك فعلا دلوقتي وانتي مش واخدة بالك منها. فركزي دايما على اللي معاكي، وانسي اللي فات وانسي اللي عدى. كل يوم في امل جديد وكل يوم في فرصة جديدة، بس احنا اللي محتاجين نفتح عينينا علشان نشوفها. الحياة بالظبط عاملة زي محطة القطر، فما تركبيش في محطة مش بتاعتك لمجرد ان في ناس كتير راحة المكان ده. اقفي واستني القطر المناسب لرحلتك، وما تزعليش على القطر اللي فات، لان القطر اللي فات ده مش بتاعك ومش مناسب لرحلتك ولا مناسب للمكان اللي انت عايزة توصلي له. وبس كده، ده كان فيديو النهاردة، يا رب تكونوا استفدتوا. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم على خير في فيديو جديد. مع السلامة.